عارف لما تحاول تجيبها كده برضه مقفله، سواء كان في شغل او علاقات شخصيه مع فلان او فلانه. خليني اقول لك، ما يمكن تكون راكب الحصان الميت. ايه نظريه الحصان الميت دي؟ والاهم من ده كله، ايه الحل ونعمل ايه؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من علم يوتيوب. وفي الاول كده، يعني ايه نظريه الحصان الميت؟ انت يا ابو خالو لو راكب حصان والحصان ده ميت هتعمل ايه؟ هتقول لي هنزل من عليه. اقول لك شايف الاجابه بسيطه ازاي؟ لكن ده ما بيحصلش في معظم الحالات، عشان احنا بنكابر ومش معترفين اصلا ان الحصان ميت. فتلقانا نعمل ايه؟ نقول مثلا ممكن الحصان يكون محتاج سرج جديد، ونشتري سرج ونحطه. الله، ده ما مشيش برضه. ممكن يكون محتاج اكل وشرب علف مثلا او برسيم، وبعد ما نشتري ونحط موارد كتيره برضه ما بياكلش ولا ما بيمشيش. نسكت ونعترف ان الحصان ميت؟ لا طبعا. المشكله ممكن تكون في الفارس اللي راكب الحصان، نغيره ونجيب فارس جديد وندربه. الله، برضه الحصان ما بيمشيش. وصلت كده. احنا محتاجين نجيب لجنه تحقق في موضوع الحصان ده، ولجنه منبثقه من لجنه، واللجنه لو مظبوطه هتقول لك ان الحصان ميت. لا 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 لا، انا لسه مش مقتنع برضه. انتوا تعرفونا معنى كلمه ميت. ما يمكن يكون تعبان ولا مغمى عليه، وفي الاخر خالص نوصل لنفس الحقيقه المره، وهي ان الحصان ميت. سمعك اللي بتقول اكيد الكلام ده بيحصل في المؤسسات الفاشله بس. اقول لك لا، بالعكس، ده بيحصل في كل جوانب الحياه، من اول شغلك لحياتك الشخصيه. العلاقه التوكسيك اللي مع فلان او فلانه اللي بتثبت لك كل يوم ان العلاقه دي ميته، وانت بتكابر وبتقول عليها تضحيه، ما يمكن تكون راكب الحصان الميت. او حتى شغلك اللي انت مش طايقه ومش بتتعلم فيه حاجه جديده كل يوم، ممكن تكون راكب الحصان الميت. بص، في 3 أسباب تخليك تروح الشغل كل يوم. رقم 1، الفلوس. مش مبسوط ولا بتتعلم حاجة جديدة كل يوم، لكن في آخر الشهر معاك مرتب حلو. السبب الثاني اللي خليني أروح الشغل كل يوم إن أنا بتعلم كل يوم حاجة جديدة. ساعات ماديا بتكون مش ظابطة، لكن أنا بتعلم وبطور من نفسي في المجال بتاعي. رقم 3، سعيد. بتعمل حاجة بتخليك مبسوط، حاسس بنفسك، بتقدم رسالة. هنا أروح الشغل. ولكن لو الشغل ما فيهوش ال3 حاجات دول، ولا فلوس ولا بتعلم حاجة جديدة، وكمان بينكدوا عليا والبيئة هناك توكسيك، فهنا ممكن تكون راكب الحصان الميت. طب السؤال دلوقتي، ليه بنختار نركب الحصان الميت؟ اقول لك السؤال ده يا ابو خالي وجاوبنا عليه روس وسترو في بحثهم المنشور في هارفارد بيزنس ريفيو بعنوان اعرف امتى تشد الفيشة، knowing when to pull the plug. وقالوا انه في 3 اسباب ليه المديرين بيكملوا في مشاريع فاشلة. ناخد الكلام ده ونطبقه علينا في حياتنا عامة. رقم 1، خايفين يعترفوا بالخسارة بعد ما صرفوا كتير. يعني من الآخر اللي راح ما يضيعش. وده له علاقة بحاجة اسمها التكلفة الغارقة أو التكلفة اللي ما بترجعش. وده مصطلح يا أبو خالو بالإنجليزي اسمه السانك كوست، اللي هو أنا خسرت نص مليون جنيه أكمل يمكن تتعوض، أو حتى صبرت على فلان طول العمر ده يمكن يتعدل. وهنا نتعلم انك ما تكملش في مشروع او علاقة ميتة، وده علشان ببساطة كل المجهود او الفلوس اللي حطيته فيهم مات مع موت الحصان. السبب الثاني هو المكابرة، عشان نبرر قرارات قديمة، ودي حاجة بيسموها السيلف جاستيفيكيشن. وده كلنا شفناه بوضوح مع نوكيا، واللي كانت حرفيا واكله الجو. مفيش حد فينا ما كانش معاه تليفون نوكيا. فاكرين الدمعه والباندا؟ انا على فكره كان معايا الباندا. المهم نوكيا رفضوا يعترفوا ان نظامهم القديم سيمبيان انتهى، وما قدروش يطوروا من نفسهم زي الاندرويد وغيره. وحاليا حصل لهم ايه؟ اختفوا. السبب الثالث وهو الخوف ان احنا نبان فاشلين قدام الناس، عشان الصورة بقى، عشان الكرسي، او حتى عشان الناس ما تشمتش فينا. خليني اضيف كمان سببين من عندي يا ابو خالو. رقم 4، السيستم بيمنع الانتقاد. ده لو حد انتقد اصلا مفيش رجوع في القرار. رقم 5، المشروع ده بيجي رمز او هوية. يعني ده مش مجرد مشروع، ده بيجي اسمنا، وهنا يبقى صعب نعترف بالفشل. طب نروح دلوقتي للحل ونعمل ايه عشان ما نوقعش في نظرية الحصان الميت. اقول لك هناك 5 حلول يا ابو خالو. رقم 1، خد خطوة لورا وبص عليه بعين فريش. بمعنى لو الشغل ده بدأ النهاردة او العلاقة دي بدأت اليوم، هل هتبدأ فيهم وتكمل؟ رقم 2، خلي حد تاني يقيم العلاقة أو المشروع غير اللي بدأهم، لأن دايما هيكون متحيز لقراره الأول. رقم 3، لازم يكون عندنا ثقافة الانتقاد، يعني ندي مساحة أو نشجع اللي بيقدم لنا الانتقاد، مش نخوفه ونجازيه. رقم 4، الاعتراف المبكر بالمشكلة، بيسموها الايرلي ريكوجنيشن، يعني الحق الحصان بيموت. والاعتراف طبعا أول خطوات الحل. وهنا طبعا الأنا أو الإيجو هيكون عائق.
طبعا النفس البشرية مش عاوزة تعترف بالخطأ، وتعمل الكلام ده ازاي؟ ان يكون عندك تقييم دائم للمشروع او العلاقات بتاعتك، يعني هتلحق الدنيا من بدري، مش هتستنى لغاية ما تحصل المصيبة. وده يودينا الرقم 5، وهي الجرأة في اتخاذ القرار، واننا نبدأ من جديد او نعمل تغيير جذري. بس خلي بالك، لو ما عملتش تغيير صح ملوش لازمة. وده مش كلامي، ده كلام جون كوتر اللي نشر بحث مشهور في سنة 1995 في نفس المجلة هارفارد بيزنس ريفيو. الراجل ده حلل أكتر من 100 شركة حاولت تعمل تغييرات كبيرة عشان تجاري السوق، وللأسف معظم محاولات التغيير دي فشلت أو عملت تغيير طفيف جدا، وده لسببين مهمين. السبب الأول وهو الاستعجال وتخطي المراحل. الشركات دي حاولت تختصر الوقت، فبدل ما بتغير بجد كانت بتخلق مجرد وهم بأنها بتتغير. السبب الثاني الأخطاء في أي مرحلة. أي غلطة كبيرة في مرحلة من مراحل التغيير كانت كفيلة بتدمير كل الجهود اللي تمت قبلها. يعني من الآخر، لو ما غيرتش صح هتفضل تضرب في حصان ميت وتفتكر انه لسه بيتنفس. الغرض من الحلقة يا ابو خالو مش اقلب عليك المواجع واسخنك وتسيب شغلك او تقطع علاقتك بفلان او فلانة او حتى تستسلم، ولكن تعرف امتى تقيم علاقاتك، شغلك، حياتك في العموم. امتى تقول كفاية، الطريق ده انتهى، خليني ابدأ من جديد او اجرب طريق تاني. قبل ما تحاول وتشوف حل وتقوم الحصان وتحاول معاه، ما تسأل نفسك، هو الحصان ميت؟ انت لو عرفت ان الحصان ميت هيوفر عليك كتير. كل لحظة بتقضيها مع حصان ميت دي لحظة كان المفروض فيها بتدور على حصان جديد يوصلك لهدفك، سواء كانت علاقات ناجحة، شغل انت بتتمناه، وغيره. واخيرا في النهاية عاوز اقول لك ان اهم من ده كله، اسأل نفسك في الاول، هو الحصان مات ليه؟ وتعلم من اللي حصل عشان الحصان الجديد ما يموتش كمان. انتوا ايه رأيكم؟ هل وقعتوا في نظرية الحصان الميت ده سواء في شغلكم او في حياتكم الشخصية؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. ونروح دلوقتي لفقرة وهو شات جي بي تي قال ايه، ونسأله ايه الحل مع نظرية الحصان الميت. شات جي بي تي، تسمع عن نظرية الحصان الميت؟ ايوه، سمع عنها. نظرية الحصان الميت بتقول انه لو اكتشفت انك راكب حصان ميت، مفيش فايدة من انك تفضل تحاول تحركه او تخليه يجري. الفكرة ان الواحد لازم يغير الاسلوب او الوسيلة لو الحاجة اللي بيستخدمها ما بقتش نافعة. النظرية دي بتستخدم كتير في الادارة والتطوير عشان توضح اهمية التغيير بدل الاصرار على اساليب مش نافعة. هل ناوي تتكلم عنها في حلقة جديدة في علم تيوب؟ احنا اوريدي في حلقة علم تيوب دلوقتي، وفقرة وهو شات جي بي تي قال ايه، وعاوز اسألك ايه الحل ان احنا ما نوقعش في نظرية الحصان الميت. طيب، عشان نتجنب الوقوع في فخ نظرية الحصان الميت، الحل هو إننا نكون مرنين ومستعدين للتغيير. لازم نكون واقعيين ونقيم الوضع بشكل مستمر، ولما نلاقي إن طريقة أو وسيلة معينة ما عادتش بتجيب نتائج، لازم ما نترددش في تغييرها. ممكن كمان نعتمد على استشارات خارجية أو نسمع لآراء مختلفة عشان نحدد إمتى بالظبط نغير الاتجاه. الأهم إن الواحد ما يتعلقش بوسيلة لمجرد إنه تعب فيها، لكن يركز على الهدف النهائي ويكون مستعد يغير خطته عشان يحقق النتائج المطلوبة. كده نقدر نتفادى إننا نفضل نحاول مع حصان ميت ونبقى دايما في طريق النجاح. شكرا شات جي بي تي. العفو، لو عندك أي سؤال تاني أو محتاج أي حاجة أنا معاك. وفقرة الشعر النهاردة مع الدكتور حمود الخلاف عن الكرامة وعزة النفس. تعال نسمع بيقول ايه. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، ازرع جميلك في الورى ثم انسه. يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يزل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم ظهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمع. إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمع. يصغي لنصح الناصحين ويسمع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير.
والسلام عليكم. Almatube is good. Almatube is good.